بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، تحية طيبة لكم أينما كنتم. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم عبارة عن محشي خضار مشكل. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بحتاج عندي كمية من البقدونس والكزبرة، يعني واحد ربطة بقدونس وواحد ربطة كزبرة، وعندي واحد ربطة هنا من الشبت أو ورق البسباس زي بنقول. هنا أنا عندي 2 بصل مقطع مربعات مفروم، وعندي واحد توم، يعني كركوبة أو من التوم. بحطهم على النار، بخليهم ينزلوا ميتهم بدون إضافة زيت. في البهارات بحتاج 2 ملعقة من بهارات مشكلة، 2 ملعقة من بهارات محشي، 2 ملعقة من حبوب الكزبرة، ملعقة ونص من الكمون، نص ملعقة من القرفة، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. هنا بعد ما دبل لي البصل بضيف عليه الزيت. هنا حطيت كمية من الزيت العادي، زيت بذور العنب. أنا بستعمل زيت بذور العنب، ما بستعمل النباتي. بحركه وبعدين بضيف عليه شوية زيت زيتون. اللي يبغى يستعمل زيت الزيتون بس يستعمل، بيجي طعمه حلو كمان. هنا ضفت البهارات، كل البهارات اللي استعمل اللي كلمت اول، اللي قلت لكم عليهم. وعلى حسب الرغبة ممكن تحطوا زنجبيل، كزبرة ناشف مطحون، تكتفوا بس بهادو يعني. هنا بضيف اللحم المفروم، عندي نص كيلو من اللحم المفروم. بحاول افرتته عشان ما يكون كرة كرة بهذا الشكل. الحين بضيف عليه واحد طماطم او واحد طماطم ونص مقشرة ومقطعة. بخليه الطماطم نزل مويته. لما ينشف خالص بضيف الرز. عندي 3 كاسة من الرز المصري المغسول، مو منقوع بس غسلته كويس لين ما في نشا. بخليه يبرد. ما اطبخ الرز كويس عشان ما يتعجن. هنا بعد ما برد فبضيف له الأعشاب الخضراء. عندي هنا الشبت والبقدونس والكزبرة والبصل الأخضر. هذه الكمية على حسب، أنا عندي كمية كثيرة فانتو قللوا الكمية على حسب عدد أفراد الأسرة. بحرك بخلطه عشان ينسجم. هنا بضيف نعناع ناشف، اللي عنده فريش يضيفه. طريقة الحشو، طريقة يعني تسوية الخضار. بناخد كوسة قطع لها شوية من فوق وشوية من تحت. عندي هذه براية حق الكوسة، فبحاول ادخلها اشيل بس ما تتكسر مني الكوسة. بحاول بس اشيل اللي جواتها. بظن هذه الآلة في الأسواق، في السوبر ماركتات يعني موجودة. في المغرب بظن كمان إنها
أنا عندي كمية كبيرة، فباحاول أسوي معاكم يعني حبة حبة عشان تشوفوا بس الطريقة. عندي هنا الطريقة حق الباذنجان، باحاول أما أمرّرها بيدي لين تصير لينة، وبعدين أشيل حق جواتها هي كمان، والبطاطس نفس الشي. يعني طريقة على ما أظن ممكن سهلة، بس يعني نحاسب يعني ما تتقطّع مننا الكوسة ولا الباذنجان، ما يسوي مننا أخرام. هادي شكل البطاطس بعدين. فلفل رومي باحاول أشيل زي ما بتشوفوا باخلّيه طرف آخر شي، ما باقطّعه عشان أقدر أغطّيه لمّا أحشي. أظن الفلفل أسهل شي يعني في الحشو. ما قدرتوا شيلوا الراس وبعدين نضّفوه ورجّعوه فوقه لمّا تحشوه. حاولوا يعني شوية شوية، اللي يبغى شي بيتعلّمه يعني ما في شي صعب. بالنسبة للخ بالنسبة للخضار اللي استعملت أنا، استعملت كوسة وفلفل رومي، بطاطس وباذنجان وطماطم. هادو الخضار اللي استعملت. نتوما على حسب الرغبة، اللي متوفر عندكم ما تتقيدوا به ما تسووه. ممكن بس باذنجان فلفل رومي وكوسة. كتير أحيان أنا كمان باسوي بس باذنجان وكوسة، فلفل رومي وكوسة، ممكن باذنجان تزودوا. أنا باحاول أشرح لكم بس إن شاء الله يكون الفيديو واضح. أنا سويت كمية كبيرة زي ما قلت لكم أول، بعدين أوريكم الكمية اللي سويت. وهذا بالنسبة للطماطم. الطماطم أسهل شي تقدروا تسووه، بالملعقة كمان تقدروا تشيلوها. وهداك حق الطماطم حق جوا طماطم أنا باستعمله في عشان أسقي الباذنجان المحشي. طماطم أحسن شي ملعقة. باحاول أشيل منها البذور اللي جوا بهذا الشكل. هذه هي الكمية اللي سويت معاكم. أنا عندي كمية كبيرة زي ما قلت، نتو على حسب الرغبة. زي ما شفتوا الطماطم كيف قطعتها والكوسة، يعني كله جاهز عندي. هنا بضيف 2 ليمون، عصير ليمون. هنا ببتدي بالحشو. هنا زي ما مبين في الصورة.
هنا باخد الطماطم اللي شلت من جوا الطماطم اللي حشيت، فبضيف لها واحد علبة من الطماطم الجاهزة. هنا بضيف لها شوية بهارات مع الصوص. حطيت هنا نعناع ناشف، نص ملعقة من الفلفل الأسود، وعندي 7 بهارات، ملعقة من 7 بهارات. هذا الصوص اللي بيكون فوق الخضار. وضفت كمان ملح. هذا الخضار اللي حشيت صار جاهز. عندي قدر، فبحط نص كمية مو نص، بس القليل من الكمية عشان ما تتحرق لي القدر من تحت. برص الخضار. انا هنا قدر ما كفاني، فسوينا 2 قدر بهذا الشكل. الباقي من الصوص بحطه من فوقه. بحاول اشرب الخضار كلهم. هنا ما شاء الله بيطبخ. وهذا شكله النهائي. اتمنى ينال اعجابكم. شكرا للمتابعة، والى فيديو قادم باذن الله. مع السلامة.